السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ سلمى. وصفتنا اليوم إن شاء الله غادي تكون السفة المدفونة على الطريقة المغربية اللي تجي رائعة في المذاق، ونتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. وما تنساوش وإلا عجبتكم تشتركوها مع الأحباب والأصدقاء، وما تنساو تشجعوني بالاشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد وصفاتي. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ان شاء الله. السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله اتيرين مليح. طحاب خزيشنت مرة على القناة مطبخ سلمى. ان شاء الله نهارا كنتي تقدمخ السفا صويا تفقد التصفحان على الطريقة المغربية. سيجن التقديم راقي. تمنى ان شاء الله اتجربنت اكنين تعجب مرات عجباشنت شاشنت تيك تمدو كارنشنت ذي الاحباب وتتونتشا اكيد تشاركنت ذي القناة. اتضغطن تخل جرس باش تفربدا يختراشنتيت من تقخ زي الجديد. وتمني غاشنت فرجة ممتعة ان شاء الله. انا عذونت غا المقادير الطريقة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو دجاجة اللي غسلتها مزيان وحيدت ليها الجلدة ودرتها تستقطر، 4 ديال البصلات اللي قطعتهم قطع صغيرة، غادي نحتاجو الشعرية تاع السفة. انا استعملت هاد الماركة فيها نص كيلو، شوية تاع اللوز وشوية تاع البرقوق وشوية تاع الزبيب وشوية ديال القزبور والمعدنوس، شوية ديال السكينجبير والخرقوم والابزار. وطبيعة الحال غادي نحتاجو الملحة، غادي نحتاجو شوية ديال القرفة، قليل من زيت الزيتون وزيت المائدة. بالنسبة للمقادير نحلاج نتيجو يا الزيت كسغا ستيرمش تساغ مليح كيخا ديودوم. نحلاج عبعان تبصرين تيم قرانين قسخن تيم مزيانين، شوية الباقوق، شوية الجوز، شوية الزبيب، شوية القصبة در معدنوس، شوية سكينجبير، الخرقوم، الابزار، شوية المرح، شوية القرفة. نحلاج ازين كيلو الشعرية السفة، نحلاج شوية نشتا شمرات شتا بعرشنت طنجرة فوق النار. غادي نديرو شوية ديال زيت الزيتون وزيت المائدة، غادي نضيف قطع ديال الدجاج، وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال الملحة. الملحة كتبقى على حسب الذوق. من بعد غادي نضيف التوابل، نصف معلقة ديال الابزار ونصف معلقة ديال السكينجبير ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم ونصف معلقة ديال القرفة. من بعد غادي نحرك شوية وغادي نخليه يتشحر لدقائق. ديما ميتا انقن شوية نزشن الزيتون زشتا شمرات دايس نكتيف التوثين ويا زيد اسنك دا غنجاج نمرح رمرح على حساب مشيش نتي تعجب. ممكن تقنت اتسنقسنت اسنق شوية الابزار، شوية الخرقوم، شوية السكينجبير، ازين تغنجاج القرفة. غنحرك مليح باش العطرية راني اتخلط. انج هذه شحا شوية دروست يقلع الطرياني. ما خلينا الدجاج تسحر لعدة دقائق مع العطرية. غنضيفو القزبور والمعدنوس، غنضيفو البصلة اللي قطعناها قطع صغيرة، غنحركو كل شيء مزيان وغنخليوه يتشحر على نار مهيلة باش ديك البصلة تطلق الماء بلا ما غادي نضيفو ليها الماء نهائيا. البصلة اللي غادي تطلق المرقة وغنغطيو عليها ونخليوها طيب على نار هادئة. ومن جا يزيد يشحى شوية يقلع طرية. من بعد رانياز القصبة در معدنوس، رانياز ربصر ونقسخ الدا مزيان.
نحرش شويت اثنق اذيم خمسين اتف ثاخو اسنك تقباض باش ربصرني ادياخو ارماق نهرمسني كمان. غادي نضيفو شويه الماء للزبيب وغادي نخليوه يرطب. بالنسبه للبرقوق ضفت له شويه تاع الماء، لحقاش من بعد غادي نضيف له شويه من المرق ديال الدجاج، وغادي فوقاش غادي يغلى نضيف له نصف ملعقه تاع الزبده ونصف ملعقه ديال السكر، وغادي نخليه يتعسل مزيان، ما غاديش ندير له القرفه. بالنسبه للزبيب كي شويه تومان ذي صماضن باش غادي يعضب. بالنسبه للباقوق كي غدي ماميتا كي شويه ومان دروست ارغاي من ومني هذا زكخ ثازين تغنجاش الزبده ازين تغنجاش طمزيان السكر وهذا استكخش القرفه. من بعد اتفا سكخ ايش ندرين تغنجاين زير مع قويه زيد اثنج حتى غادي تعسل مليح. بالنسبه للشعريه غادي نضيفوا ليها شويه تاع الزيت المائده، شي 3 معالق كبار تاع الزيت، غنخليوها تشرب ديك الزيت نخلطوها مزيان. من بعد غادي نديروها في الكسكاس، غادي نديروها تفور التفويره الاولى، غادي نخليوها 15 دقيقه تفور، من بعد ما غادي يطلع معاها الفوار. بالنسبه للشعريه اسنقيش ندير نتغنجاين تيم قرانين زشت شمرات نتحرك مليح تنج حتى غاتسو شويه زشتني اتنق ديت سكسوت اتنق اطفوا اسنحسب 15 مينوت غاتنجا طفوا مشى 15 مينوت ني راه غادي يقعد رفوا عادي غنحسب 15 مينوت. بالنسبه للوز درتو في الماء غليان، غادي نخليه واحد 5 دقائق، من بعد غادي نصفيه ونبداو نقشروه ونحطوه على الورق باش يشرب داك الماء اللي فيه. بالنسبه للجوز كيخ كوامانيوان جيخت 5 مينوت، من بعد صفيخت من بعد تنقشا اثنق خرشي غض باش هادي يسو اماني دايس. من بعد ما الشعريه تفورات 15 دقيقه غادي نزيدو معلقه صغيره تاع الملحه الماء اللي في البرمه، غادي نكبوه كامل على الشعريه نخليوها تستقطر شي شويه، نردوها القسعه نحاولوا نفتحوها مزيان، ومن بعد غادي نردوها تفور مره الثانيه نخليوها 15 دقيقه، من بعد ما غادي يطلع معاها البخار. من بعد وميضفوا شعريه 15 مينوت انا رانيش نتغنجاش نرمرح وماني دير بعمض اماني انفارخ شعريه كلشي اتنج اتدوم شويت، من بعد اتنار غاث بقشت نحاول اتنازم مليح زي السين اتنار غاث سيسوت افوا ويسماثين كي نفس امان اماني النار 4 وشا اتنك اطفوا. من بعد ما طاب لينا الدجاج حيت داك القطاع ديال الدجاج، غادي نضيف معلقه كبيره نتاع العسل المرقه، ولا ما عندكمش العسل ممكن تعوضوه بالسكر. غادي نردو على النار حتى يتعسل شويه. المرقه ضروري خصنا نخليوه فيها شويه تاع المرقه، ما نخليوهاش حتى تنشف كامله. ويا زيد انكسي في التوثيني راني غاس ثغنجاش نتمنت الطمقرانت مرة وغاش نتشا ثمنت استقنت السكر اثار خذيم شوية دروست ختمسين يخسلا بونت اذا سجنت شوية نرماق دروست وتجنشا حتى يازغ كوتشي. من بعد ما فرتنا الدجاج لقطع صغيرة غادي نردوه ديك المرقة ديال البصلة نخلطو مزيان نخليوه جانبا. ومن صفاي تفتو ثيني ويا زيد نقينت تي مزيانين نكسس انت مرة غسوني دايسنت اثنت نار غار ما قني نربصر نحرك مليح وشا اثنت نحاس ارغى نقدمنت السفة ان شاء الله. من بعد ما تفور للمرة الثانية غادي نكررو نفس الطريقة، غادي نكبو عليه داك الماء اللي في البرمة طايب،
غادي نخليه يستقطر. غنردوه الكسعه، غنزيدولو معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال السكر المطحون. الا ما عندكمش السكر المطحون غادي ديروا السكر عادي، لحقاش من بعد غادي نردوه يتفور التفويره الاخيره. ومن فوا ويسما ثاين نعاود نفس السيستم. خاص نفرغ اماني وانا ثنج اذيودوم اثنار غاثبقشت هذا سناني ايش تغنجاش طمقرات الزبده غادي تغنجاش نسكاي حاين ما روغاش ندوز سكاي حاين تقنت السكا حبيبات صافي. زي السني اثنار هذه فوايا مكارو. غنديرو داك الزبيب اللي درناه في المطرقد هو الاول في الكسكاس. من بعد غادي نضيفو عليه ديك الشعريه ونردوه يتفور لمده 15 دقيقه. مهم على ما تحسوا بها بان راهي طابت. في مقلاة غادي نديرو شويه ديال زيت المائده، غادي نضيف داك اللوز وغادي نديرو حتى يتحمر مزيان على نار هادئه. انقنت شويه نزج تشمرات انا عني نديس الجوزني اثنيك هذه حما يختنك خمسي فسوس. المرقوق من بعد ما تعسل غادي نقطعوه لقطع صغيره وغادي نخليوه جانبا. الرقوق ومي يتعسل مليح اثنقص سرمقص تيناتين مزيانين. اللوز من بعد ما حمرناه غادي نطحنوه، غادي نضيف له ملعقه صغيره تاع السكر المطحون وقليل من القرفه. غادي نخلطو مزيان. الجوز ومثل حماه نحايث وثنحاي شويه نجد شويه يتبان راني غاسه نجا مزيان السكر يحاين شويه القرفه يشتغنبو ثنا القرفه دروس نخلط مليح وشاثنج. بعد ما وجدنا كل شيء انا غادي ندير في اطار دائري. الاطار كيبقى على حساب الاختيار. في التبصيل غادي نديروه في التبصيل التقديم مباشره. غندير طبقه ديال السفه نحاولوا نضغطوا عليها مزيان. من بعد غادي ندير طبقه ديال الخليط ديال الدجاج والبصل وغادي ندير فوقها اللوز. ممكن تضيفوا فوقها قطع ديال البرقوق. انا البرقوق غادي نخليه غير نزوق به لحقاش ولادي ما كيبغيوش ياكلوه. وغادي نخليكم مع الصور اللي كتوضح كل شيء. هذا الطبسي كيخدا يسجن الاطار ضد هو كني تقنت الاطار اذ خسنت كي خرج الطبقه نصفه نحاول نعذر مليح خاص نعمد شويه. من بعد ادق عيسو مني ويا زيد كلشي خاص اخاص يسخ الجوزني كلشي مرات خسنت اخاص تقنت شويه الرباقوق نش رباقوق تجخص يزوق خواها ميزيتها وينو ودسني تعجب شا. من بعد هذيك الصفه تبقى نصفه اذا يقيمن وانا نعذنت اثنزوق باش نتجخ اك تصاوا اك توضحن كلشي. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا اللي قدمناه هذا النهار. السفه المدفونه بالدجاج على الطريقه المغربيه. صراحه تنتاسف لكم لحقاش صحاب لي كنصور فوقاش كنت كنزوقها ولكن للاسف لقيت ما كنتش تنصور. ولكن غنقول لكم كنديروا في الوسط الشريط تاع البرقوق اللي قطعنا قطع صغيره. من بعد درت شويه تاع خط ديال السكر كلاصي والخط ديال القرفه. من بعد الخط ديال اللوز افيلي اللي حمرته في المقله. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كل واحد كيفاش يبغي يزوق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وما تنساو تشجعوني بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم ديما جديد وصفاتي. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه القادمه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشكل دا نقارو إذا بغيت نقدم نهارة السفة المدفونة سوية زيت الطريقة المغربية. الصراحة سامحة نتاي بوركي رميت زواقخ نشتغي راي كاميرا تصوا نتازي نتيروا تصواشا ماشا اش ندير مريخ روح مشي زكيغ دير وسط كيخيجو شعري نربعقوق ايوني نقصي دا مزيان من بعد كيخيجو شعري نسكوا كلاصي من بعد يجو شعري القرفة يجو شعري الجوز يفيلي يحماق شويه دير ماقرا صافي وشرح خاصة مني تعمي كمرخ الفينال تمنيخ ان شاء الله الوصفه يشتي تقدم خناره اكنين تعجب وتتنشا هذا يسجع عند سلي اشتراك ذا القناة اضغط دخل جرس باش تفرو بدا يتخطراش جديد من تكخدي الجديد عن مساقانت ان شاء الله ذي الوصفة ايدي تسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.